رسميا المغربي حسين عموته اهلاوي. مين المدرب حسين عموته اللي جاي يدرب الاهلي من المغرب ده؟ يعني ايه الاهلي يجيب مدرب عربي؟ هنعرف. ومين هو اللاعب اللي الزمالك هيضطر يبيعه الفتره الجايه وجاي له عرض من قطر، والعرض برقم وقدره، وهنشوف ده حسين لبيب في الموقف هيبقى عامل ازاي. بس قبل ما نحكي الحكايه لازم تصلي على النبي، ولازم يعني تكتب لي في الكومنتات رايك في الكلام بعد ما اخلص الكلام. متنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. مين هو مدرب حسين عموته؟ الاول اسمع معايا كده. علاش من فرنسا يا زعما؟ علاش من فرنسا؟ ها خليك من فرنسا. الناس العربيه هي الاولى. ها العربيه هي الاولى خويا عند فرنسا. اللغه الام. انا فرنساوي انا صاحبي. اللغه العربيه لغه القران هي الاولى، عاد ندوزو الفرنساويه والانجليزيه والطالين. قال له ما تكلمنيش فرنساوي، كلمنا عربي. اللغه العربيه هي لغه القران، فما تكلمنيش بلغه غير اللغه العربيه لان هي اللغه الام. شخصيه مدير الفني الشخصيه هو اللي يتبني عليه الحاجات الكتير قوي زي البطولات والكلام ده. ما هو انت بتجيب الاول الشخصيه بعد كده بتجيب البطولات. ما عندكش ما عندكش شخصيه هيهلفتوك ويدوك باللي في رجليهم. ما احنا شفنا ريبيرو والكلام الفاضي ده. ما احنا مش شفنا يا جدعان المدرب يجي يحط رجل على رجل واخد 6 مليون دولار ويحط رجله في وشك عشان انت كاتب له رقم وقدره؟ طب ما نشوف بعضينا. يا عم مدرب مغربي تعالى، عملت ايه في حياتك؟ قال لك انا خدت دوري ابطال، خدت كونفدراليه، دربت السد القطري. وخلي في بالك في قطر ما بيهزروش. يعني ايه؟ يعني فلوسهم ما شاء الله كتير، فاللي هيجيب مدرب هتوجع لنا دماغنا. امشي اقلب، شقلب واقلب، خد الشرط الجزائي وامشي. فكون انه يقعد في السد قطر 4 سنين ده رقم وقدره، رقم فلكي. وكون انه يدرب المنتخب المغربي المحلي وياخد بهم افريقيا ده رقم تاريخي. وكون ان هو ياخد وصيف اسيا بالمنتخب الاردني اللي دلوقتي مش عارفين يلعبوا كوره من بعديه، فلا اسطوري. انا بكلمك في مدير فني بقى عنده امكانيات، واخد الويفا برو ماكس، واخد الويفا برو. يعني ايه الويفا برو ده يا جدعان؟ يعني اعلى شهاده تدريبيه في العالم. يعني الراجل ده مقفل اللعبه ما شاء الله عليه. فكون ان انا بتفاوض معاه، اركن بقى خلافات على جنب ومصر ومغرب وبتاع والكلام الفاضي ده. لا، مصلحته يا باشا. الراجل بيقول لك انا عندي سي في تاريخي من التسعينات. الراجل مدير فني يا جدعان قدير. لما الراجل ده انا عمري ما انسى ان افريقيا لو واخدها دي واخدها على حساب الاهلي بكلاحه كرويه وهدف من بين شرقي للتاريخ. لما ياخد بطوله افريقيا مع نادي او سكواد زي الوداد المغربي، ده طبعا يحسب له كريدت، ده يحسب له طبعا مليون في المية. وياخد كمان الكونفدرالية، وياخد بطولة أفريقية مع منتخب المغرب، ويروح مع الأردن يوصل نهائي آسيا. يا جدعان انتوا مستوعبين؟ طب احنا بنتكلم في ايه؟ انت مستوعب؟ فالراجل ده بعيدا بقى عن كل الكلام ده شخصية وكارير ويتبني عليه كتير. انت عندك لعيبة طبعا هنا في مصر، اللي عايز 100 مليون في الأهلي تحديدا، واللي عايز يبقى زي زيزو، واللي عايز يبقى زي إمام ومش عارف ايه. الحمد لله ان في سقف رواتب بيتعمل دلوقتي في الاهلي، وخلاص انسى القصه دي، ارميها خلاص في الزباله. مفيش حد يعمل كده تاني، واللي يعمل كده هيمشي من النادي الاهلي. نرجع بقى للاهلي بتاع زمان. حسين عموته هو شخصيه ناس كتير شبهتها بحسام البدري. يعني مفيش هزار. والله انا مدير فني وشايف شغل يا جماعه. كلمه كلمتي هتتعوج عليا، اقعد دكه، انطر بره، اطلع بره الفريق خالص. فاحنا عايزين كده. الاهلي عايز شخصيه، الاهلي مش عايز لعيبه. الاهلي عنده اللعيبه متلتله اهي، بس الفكره كلها ان مفيش واحد عارف يسوقها عليهم، هما اللي سايقينها. طب هنعمل ايه؟ هنجيب لهم حسين عموته. وانا شايف ان الاختيار ده 10/10. سيبك من اللي عندهم عقده الخواجه طب ما احنا جربنا الخواجه اهو يا باشا. مش اخر مدربين فنيين ولا 3 مجربين اهو؟ طب وبعدين ودونا في 60 ده موسم صفري، ويحطوا رجليهم في وشنا وياخدوا 6 مليون دولار وفاهم، ويدونا على قفانا كمان. هو في جلنف كاتب له العقد. فانا دلوقتي جايب مدرب عربي مغربي، الناس بتهاجمه ليه؟ لان الناس دي هاجمت برضه موسيماني اللي من ضمن افضل المديرين الفنيين في تاريخ الاهلي. شئت ام ابيت انا ما بحبوش، ما بحبش طريقه لعبه، عقيمه بالنسبه لي، بس عمل انجازات بيها، يبقى هيتحط في من ضمن افضل مدربين في التاريخ. يعني انا شايف ان جوزيه، كولر، موسيماني، لكن كرويا جوزيه، فايلر. انجازات جوزيه، كولر، موسيماني. شئت ام ابيت بقى غصب عنك. فكون ان انت كنت بتهاجم موسيماني عشان افريقي وجه عمل الانجازات دي كلها وخد لك القضيه، يبقى برضه حسين عموته اديله فرصه.
ما انت معلش، انت عماد النحاس اديته فرصه كسر الدنيا، فالمصري والعربي اهو جميل اهو، ليه اروح للاجنبي؟ انا مش فاهم. الناس دي ما بتخترعش، وبعدين بقول لك معاه الويفا برو يعني وماكسي كمان فان شاء الله تبقى فتحه خير. الزمالك بقى عمل ايه عشان هنضحك بقى دلوقتي؟ يا حسين لبيب اللي لو لقى المركب فيها خرم هيسده، قال لك هسد خرم لو لقيته في المركب. فقال لك انا والله هبيع بزيرة لقطر. ايه ده احسن من زيزو يا اخويا. هتبيع احسن؟ لا ليه طيب؟ قال لك عشان اشارك في افريقيا وافك القيد. طب بكام؟ قال لك ب5 مليون دولار عرض قطري لاخوان بزيرة. طب والله بيع. قال لها لا يا لميس انا هوديه بلاش للاهلي طب هتوديه ببلاش للاهلي ليه يا اخويا؟ وعمل كده مع زيزو فاهم، فضل متمسك بيه، في الاخر راح مديله الصابونه. هنعمل كده برضه مع بزيرة. فانا شايف ان انت تخلص وتنجز عشان انت بتضحك. بكلمك بامانه بقى والله فير. الزملكاوي او الزمالك عشان ينهض لازم يسد اللي عليه. سد اللي عليك، بعد كده فكر في لعيبه تجيبها، وهات لعيبه ببلاش عشان ابو فلوس دلوقتي في يعني فيستك وغالي عليك وهروح المحاكم فانت خليك في ابو بلاش، ونجح نجح ما نجحش كده كده ببلاش فاهم. فده الزمالك وده بيزيرة رافض. لا مش رافض، هو موافق لانه ما بياخدش مرتب في الزمالك. اللعيبه كلها ما بتاخدش مرتبات. اللعيب ممكن يتاخر 4 5 شهور على ما ياخد جزء من مرتبه. فهو برازيلي وعايز يروح بقى مع فاهم فينيسيوس والحواري بتاعت ساو باولو ويهيص وبتاع، فمش جاي معاه سكه الجو ده. هو جاي يا باشا، انا جاي اخد فلوسي ولاعب محترف، والشهرين بتوع الاجازه اروح ساو باولو اشد لي حجرين فاهم معسل حقه. فبناء على ذلك سيتم بيع خوان بزيرة لقطر، وده هيبقى موقف ذكي وتاريخي من نادي الزمالك، لان انت بتتكلم في 5 مليون دولار في 55. تاريخ يا ابني والله. يعني كام؟ حوالي نص مليار جنيه. اوف بوم طرشم. بيع. بيع يا باشا، بيع وحاول تحل قصه القيد وتعالى بقى ننافس. انا مصلحتي ان انت تنافس معايا، انا بحب كده، انا ككريم يعني ماليش دعوه. انا شايف ان الزمالك لو جامد احسن ما يبقى بيراميدز جامد. هننافس يا باشا بعضينا زي السنه اللي فاتت فاهم. والتحفيل يعني فاهم، انت ضايقتني قوي في التحفيل بتاعك، اجي انا لما اكسبك اروح مضايقك قوي. هي دي الكوره، مناكفه بتاع. لكن جو ان انت حبيبي كسبت مبروك يا اخويا لا. لا طب ما نلعب. فين التنافسيه؟ ما نلعبهاش بقى، ما اتعملتش عشان كده. ما بقولش ان احنا نغلط في بعض، بس بقول التحفيل جزء من متعه كره القدم. نقطه. ماشي والله بتكلم بامانه. فالزمالك لازم يرجع تاني، بزيرة لازم يمشي. الاهلي طب هيعمل ايه الاهلي يا كريم في الصفقات بتاعته؟ لسه الصفقات مش هتيجي غير بناء على المدير الفني اللي هيجي. هنتكلم في حاجات بسيطه كده دلوقتي. الاهلي محتاج مدافع. هنشوف المدرب هيقول والله انا عايز مدافع، عايز مهاجم، عايز وينج، عايز باك. في اي حد يتكلم في لاعب جاي ولا بتاع ده مجرد هلك كلام فاضي في شنك في الهوا فاهم، في الفاضي منه. المدير الفني هيجي هيقول لك والله انا عايز 1 2 3 بناء على فكره وخطته. ده النادي الاهلي وده اللي احنا متعودين عليه. اللي حصل السنتين اللي فاتوا ده ما كناش نعرفه. ده ما كانش الاهلي بتاعنا. ان انا اجيب كده فاهم، مش مقلب زباله هو. انا جبت لعيبه في الطبيعي ما يقعدوش على سور النادي مع كامل احترامي. ياسين مرعي، العش، الدش، حاجه. انا مش عايز اشتم والله. احنا وصلنا لمرحله يعني ميؤوس منها في الاهلي يا جدعان. اخر سنتين احنا كنا بنتكلم في حاجات غريبه. لا وكمان اللي عايز يجي لك عايز رقم فارد بقى فاهم، فارد جناحاته بقى. انا جاي الاهلي يا جدعان، انا خد رجلي يا خطيب فوق يعني مع احترامي. لا مش الاهلي اللي بيحط رجلين حد في وشه. ارجع تاني يا باشا، ارجع تاني امسك وسيطر وهندل وظبط وروق. هي دي بقى الامور بتدار كده. لكن العبث اللي كان احنا فيه ده ما بس. ولكن زي ما احنا كلنا عارفين ان الكل جواد كبوه والكل اسد. لا قولها انت دي مش هينفع اقولها، عيب. فحسين عموته اهلاوي لمده سنتين مثلا. ده العقد ممكن يبقى على كده يعني. لغايه دلوقتي مفيش، بس الاكيد ان شوبير لسه منزل ان الاهلي خلاص بيوقع العقد. العقد بيتوقع. ف اهم حاجه اخواتنا المغاربه ما يجوش يقولوا لنا في الاخر ان فضل
فضلهم علينا ان احنا جبنا افريقيا بمدرب مغربي عشان احنا معانا 12 غير، فاهم يعني؟ مش عايزين نبيد من دلوقتي، استنوا اتقالوا لما ناخد البطوله وابقوا بيدوا براحتكم. بس يا عم دي الحكايه، دي الروايه. لو عجبتك متنساش اللايك، متنساش السبسكرايب تشجعني عشان اكمل في الفيديوهات. ما عجبكش قول لي ما عجبتنيش بكل ادب واحترام، رايك على دماغي من فوق. تاريخي يا ابني والله. انا خلصت الكلام، سلام.